أو هنا في الإقليم، على تزوير العملة، على أشياء كثيرة وخطيرة جدا. المهم هناك أموال، هناك شبكة مرتبطة بهاد الناس. هناك أخطر من هذا أن الزوجة الثانية تعرضت لضغوطات ورفضت الامتثال للفرقة الوطنية للدرك للإدلاء بشهادتها من أجل أن يذهب التحقيق بعيدا في هذا الملف. عندنا معطيات جديدة على بعض الأشخاص اللي كراو ليها واللي تكلفوا ليها واللي عطاوها مبالغ مادية واللي ساهموا معها في الولادة، واللي هما كانوا بالأمس القريب فقراء معدمين وأصبحوا عندهم الفيلات والديور وهذا. وسنعيد هذه الشكاية ومتابعتها حتى أنا لا يمكن إحنا لا أتخيل أن سيدة بحال هذه لا يتم إحضارها بأمر قضائي والاستماع إليها وحمايتها أيضا، لأنها تتعامل سيدة